أوردت عدد من المصادر المطلعة أنه بتعليمات مباشرة من الملك محمد السادس وزعت بشكل رسمي الجامعة الملكية لكرة القدم 1000 تذكرة بشكل مجاني على الجمهور المغربي بقطر لمتابعة المواجهة الهامة بين الأسود الأطلس والمنتخب الإسباني. وقال ذات المصدر إنه تم توزيع 1000 تذكرة على المشجعين المغاربة في الدوحة اليوم بشكل مباشر من مسؤولي الجامعة وبأمر من جلالة الملك محمد السادس. ونفت ذات المصدر الأخبار التي تقول إن أمير قطر أمر بإدخال المشجعين المغاربة لمشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا مجانا، مؤكدا أن الخبر لا أساس له من الصحة، قبل أن تشير المصادر أن موضوع دخول الجماهير للملاعب المونديال قطر 2022 يديره ويشرف عليه الاتحاد الدولي للعبة فيفا فقط. هذا ووجدت عدد من الجماهير المغربية في قطر والتي تريد تشجيع المنتخب الوطني داخل الملعب صعوبات جمة وكبيرة في الحصول على التذكرة للولوج الملعب المباراة، وما زالت الحدود الساعة تتواصل المجهودات للحصول على أكبر قدر من التذاكر موجهة للمنتخب المغربي بنظيره الإسباني. يشار إلى أن المباراة المنتخب الوطني ونظيره الإسباني ستنطلق اليوم الثلاثاء على الساعة 4 عصرا بالتوقيت المغربي.